يا تلاميذ، من سيحل المسألة؟ ماذا عن... أعرف. جوليا. ماذا عن سمانثا؟ يا جوليا، حفل عيد ميلادي بعد أسبوعين في جولياني، ستأتين؟ أعلم أنك جديدة، لكنك لم تحضري أي نشاط. تعالي واستمتعي. نعم، سنستمتع معاً. هل سيحضر الكثير؟ أجل، الفصل كله. إذا لم تأتي ستكونين الوحيدة الغائبة. سأفكر. سلام. هذا غريب. أعتقد أنها تعاني من توتر، لهذا لا تذهب لأي مكان. لا، أشعر بالأسف لها. لم لا ترى من يساعدها؟ جوليا، لما الفراش الآن؟ الساعة 4. دعني يا أبي، رجاءً. هيا لنخرج قليلا. ما رأيك في الآيس كريم؟ لا أريد. وأنا في عمرك كنت أتسكع مع أصدقائي بعد المدرسة ولا شيء يمنعني، وها أنت على الفراش وحدك لا تستمتعين بأي شيء. أرجوك دعني وشأني. على الأقل أخبريني ما يحدث معك. بالفعل أخبرتك، أتوتر بشدة وسط الناس. توتر؟ ها أنت ثانية، ما الذي يمكن أن يوترك؟ أنت لا تفهم الأمر. أجل، هذه مشكلة جيلكم، ليس لديكم أي مشاكل لذا تقومون باختلاقها. رجاء أخرج من غرفتي. هذا لا يصدق أبدا. رائع، دعوة لحفلة عيد ميلاد، وطبعا لن تذهبي كالعادة. لا، لن أذهب الآن. رجاء فلتخرج من غرفتي. لا أفهم، مما تخافين؟ ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. كل عام وأنت بخير. أهلا، ستجيبين؟ كالمعتاد. جوليا، افتح الباب الآن، هذا سخيف جدا. هاي، ماذا يحدث؟ الأمور بخير؟ لا، جوليا حبست نفسها في الحمام ثانية ولن تخرج. أرجوك دعني وشأني. أوه لا، ماذا حدث؟ إن لديها توترا وكأنه شيء حقيقي. إنه حقيقي، العديد من الأطفال يعانونه. ماذا تقولين؟ لم أسمع بهذا وأنا طفل. حلوتي، أيمكنني الدخول؟ لا أريد التحدث لأي شخص، فقط أريد أن أكون وحدي. أوه لا، أنا حزينة عليها.
لابد وأنها تمر بالكثير الآن. تمزحين؟ لا تحمل هم الإيجار أو الكهرباء ولا حتى توفير الطعام للأسرة، فما الذي يوترها؟ أنا لا أفهم. روجر، يبدو أنك لا تفهم جيدا ما هو التوتر. حقا. وما الذي جعلك خبيرة؟ لأنني مررت به. هل فهمت؟ لهذا عرفته. ماذا؟ لم تخبريني بهذا. أحيانا التحدث إليك لا يكون سهلا، لهذا لم أخبرك به أبدا. أمي، مررت به أيضا؟ هاي، أجل، ولم أقل لأحد أبدا، فقط لطبيبي. اسمعي، عندما كنت صغيرة كنت دائما أضحك وأبتسم. ربما كنت من أشهر فتيات المدرسة، ولكن فجأة حصل والدي على وظيفة جديدة واضطررنا للانتقال من البلد. توسلت لوالدي لأن أبقى، لكن لم يستمعا. فجأة وجدت نفسي جديدة في المدرسة. كان لدى الجميع أصدقاؤهم، وشعرت بأنني شخص منبوذ. كان التحدث مع أي شخص يوترني، لذا كنت أتناول الغداء بمفردي. ثم بدأ التوتر في الظهور. فجأة وجدت نفسي أخاف رفع يدي في الفصل. كنت أخلق مواقف خيالية في رأسي، كأن أجيب على السؤال بشكل خاطئ والجميع يضحكون علي. والسفر بالطائرات مستحيل. كنت أشعر بشلل واختناق، كأنني لا أستطيع حتى التنفس. حتى الأشياء الأساسية كتناول الطعام في مطعم أصبحت تحدياً. طوال الوقت كنت أجلس أرتجف وأعرق، معتقدة أن الجميع يحكمون علي. كما ترين، أعرف أن التوتر حقيقي لأنني مررت به. يا إلهي، لم يكن لدي فكرة عن هذا. هل هذا هو سبب شعورها؟ لا يوجد سبب واحد فقط، أحياناً لا أسباب بالمرة. كلنا نمر بأشياء مختلفة في أوقات مختلفة. المهم الآن هو أن تعلمي أننا هنا معك، سنساعدك على تجاوز الأمر. شكراً أمي. لا تعرفين كم هذا وساني، فكل ما قلته هو ما أمر به كل يوم. كنت خائفة من التحدث عنه. ربما يكون هذا خطأي. أعلم أنني لم أكن سهلا في التحدث. آسف على الطريقة التي عاملتك بها. آسف حقا. لا بأس. من الصعب فهم الأمر ما لم تمر به، لكن تغلبت عليه. كيف أمكنك؟ حسناً، اعتاد طبيبي أن يقول: لا يمكن شفاء ما لا يمكن أن تكشفه. لذا الخطوة الأولى هي القدرة على التحدث عنه. يمكنك دائما التحدث معي، ولن أحكم عليك ثانية. شكرا أبي. إذن هل علي رؤية طبيب؟ لا أعتقد أنك. إن هذا القرار لك. إن بعض الناس يتغلبون عليه، والبعض يحتاجون مساعدة. لن نستطيع أن نختار لك. هذا قرار عليك اتخاذه. أعتقد التحدث لشخص لن يضر إن وافقتما. طبعا حبيبتي، كما تريدين. تعالي، أحبك كثيرا. أنا أيضا. ابتسمت جوليا
لأول مرة منذ فترة طويلة بعد أن عبرت أخيراً عن توترها. بدأت العلاج مع طبيبة نفسية وتكلمت معها عن كل ما تشعر به. قدمت لها الطبيبة الكثير من النصائح حول كيفية التحكم في توترها. كانت عندما تعود للمنزل تمارس التأمل كل يوم ل30 دقيقة. التأمل يساعدها في التحكم في أفكارها وتهدئة عقلها. بدأت العيش بأسلوب حياة صحي، وذلك بالنوم بشكل كاف وتناول وجبات صحية وممارسة الرياضة كل يوم. بالعيش بشكل أفضل بدأت تشعر أنها أفضل، حتى إنها قررت الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها لكي تسيطر على توترها. وعندما كانت تشعر بالحاجة للهرب تغلق عينيها وتتحكم في تنفسها وتعد إلى 5. لا ينجح الأمر دائما، ولكن من حين لآخر يساعدها في التغلب عليه. وبعد عدة أسابيع قامت جوليا بشيء صدم فصلها بأكمله. حسناً يا تلاميذ، من سيحل المسألة؟ أوه واو، جوليا، أنا لم أرك ترفعين يدك من قبل. هيا تعالي. الإجابة هي بي. نعم صحيح يا جوليا، هذا مبهر. عيد ميلاد سعيد. متأكدة من هذا؟ سأحاول. لست مضطرة إن كنت لا تريدين. لا أعرف إن كنت مستعدة. لا بأس، خذي وقتك، أنت قوية. تذكري يمكنك التحدث لنا، لأن أعلم لا شفاء لما لا تكشفه. تماماً. هل نستطيع الذهاب للمنزل الآن؟ فكرت أن نذهب لأكل الآيس كريم. نعم، هذا رائع. فلنذهب، هيا. Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.